اليوم نحاول قراءة أبعاد ودلالات التغييرات التي تقول وسائل الإعلام الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بها على رأس الحرس الجمهوري وأمن رئيس الدولة ومديرية الأمن الداخلي. وأفادت وسائل الإعلام أن ضابطا كبيرا باسم العقيد عبد العزيز حل مكان المدير السابق للأمن الداخلي اللواء علي بن داود الذي كان عين على رأس المديرية في سبتمبر 2013 في إطار إعادة هيكلة لدائرة الاستخبارات والأمن. وتم استبدال قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني بالفريق بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة. كما تم استبدال مدير الأمن الرئاسي العميد جمال مجدوب الذي تسلم هذا المنصب طيلة 10 سنوات بالعميد ناصر حبشي. معنا لهذه القراءة عبر خدمة سكايب من فرنسا الإعلامي والضابط السابق في الجيش الجزائري هشام عبود. هشام عبود، ما قراءتك لهذه التغييرات؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. القراءة لهذه التغييرات ككل متتبع وكل ملاحظ الساحة السياسية الجزائرية لابد أن نشير إلى أن هذه التغييرات لم تأتي هكذا يعني غير منتظرة، حيث تم الإعلان عن تغيير الجنرال عبد الحميد بن داود المدعو علي بن داود يومين قبل أن يتم الإعلان الرسمي. يعني بدأت الكلام ده يمشي ومشى بعد حضور رئيس الجمهورية مجلس الوزراء اللي جمعوا لأول مرة لقانون تكميلي للمالية. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ بداية العهدة الرابعة يتم اجتماع مجلس الوزراء بمقر الرئاسة بقصر المرادية، وليس مثل ما تعودنا عليه في الفترات الأخيرة بمقر زرازة، بالرغم من أنه رئيس الجمهورية لم يتمكن من إعادة حريته في التحرك، يعني ما زال مقعد على كرسي متحرك. ولكن هذه الخطوة إلى قصر المرادية لها دلالات. فلم يكتفي رئيس الجمهورية باجتماع خاصة حول دراسة نقطة القانون التكميلي، ولكنه في المسار هذا تم تعديل حكومي لم يكن منتظر، لأن الوزيرين اللذان تمت إقالتهما وهما عمار بن يونس وعبد القادر خمري ما كانش ينتظروا هذا تماما، ولا واحد كلمهم وكانوا مهيئين رواحهم باش يكملوا العمل نتاعهم كما كان الحال. وعبد القادر خمري كان محضر حتى باش يعقد ندوه صحفيه بعد عودته من فرنسا، حيث كان يعالج وكان يعتبر ان اصابته وعكته الصحيه كانت في اطار قيامه بمهامه الوزارية، حيث كان تعرض إلى فيروس في غينيا الاستوائية لما مشى يحضر كأس أفريقيا الأمم، ولم يكن الرجل ينتظر هذا القرار تاع إبعاده من الحكومة. وتجي تكملة لهذه التعيينات هذه والإقالات، تجينا تعيينات تخص القيادة العسكرية. قبل علي بن داود كان قائد الحرس الجمهوري وقائد ومدير الأمن الرئاسي، هما تمت إقالتهم. وهنا لأول مرة يعني الإقالات لم يعلن عنها عن طريق رسمي، تم الإعلان عنها عن طريق وسائل إعلام مقربة من حاشية الرئيس، لأنه من المفروض كل تعيين وكل إقالة وكل قرار يتخذ من قبل رئيس الجمهورية هناك وكالة الأنباء التي هي الوسيلة الإعلامية الرسمية التي يتم الإعلان من خلالها على كل القرارات. وتعودنا منذ مدة، يعني منذ سبتمبر 2013
أنه التعيينات والقرارات الرئاسية يتم الإعلان عنها من خلال وسائل إعلام مقربة من حاشية رئيس الجمهورية. وهنا يعني نقولوا كاين إن في الموضوع ماهوش يعني هذا يجي بطريقة عشوائية يتم الإعلان عن من خلال وسائل إعلام خاصة، مش حتى وسائل إعلام حكومية، وسائل إعلام خاصة منهم وسيلة إعلامية تابعة يعني للخارج، يعني مقرها في باريس ماهيش يعني في الجزائر. ضف إلى ذلك أنه بعد الإعلان هذا على إقالة مدير الأمن الرئاسي ومدير الحرس الجمهوري يجي ثانيها إقالة علي بن داود. وهنا أطرح نقطة الاستفهام: هل هذا إبعاد للرجل الذي يعتبر رجل ثقة، الذي يعتبر رجل مقرب من العائلة؟ لأنه هذا الرجل لما كان في جنيف كانت مهمته خدمة العائلة خاصة. طيب وهذا يقودنا إلى ربط هذا الموقع الذي تقول أنه مقره باريس. لا نسمي الأشياء بمسمياتها. تو سور لالجيري بالعكس هو يقول أنه علي بن داود محسوب على الجنرال توفيق، أنت ترى العكس. لا 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 يقول محسوب على الجنرال توفيق، ما يعرف حتى شيء يعني في الموضوع هذايا. معروف أنه الجنرال بن داود لما كان كولونيل وموجود في باريس، كان لما يجي الكولونيل اسماعيل لباريس في زياره، وهذا حسب شهود اعيان من اللي كانوا يشتغلوا هناك، ما كانش ما يستفي معاه السلام عليكم وروح تربح. وكان علي بن داود قائم بالاعمال في خدمه رئيس الجمهوريه في 2005 لما كان يعالج في باريس، وكان في خدمة شقيق رئيس الجمهورية، ولما كان في جنيف كان في خدمة والد. طيب وسائل الإعلام الجزائرية تقول أنه له صلة قرابة أو صهر مع مصاهرة مع عبد الملك سلال. ما صحة هذا الكلام؟ هي المصاهرة موجودة يعني حقيقية، ولكن مش المصاهرة هذه اللي أعطته القوة في أنه يوصل إلى منصب مدير الأمن الداخلي. وأشير هنا إلى أن منصب مدير الداخلي الذي أخذه جنرال علي بن داود كان مفاجأة بالنسبة للكثير، لأن علي بن داود عمره ما اشتغل في جهاز الأمن الداخلي، جهاز مكافحة الجوسسة، وخاصة أن الجزائر محتاجة إلى رجل ذو حنكة في هذا القطاع، لأنها ما زالت عايشة فترة تاع مكافحة الإرهاب، وهذا الرجل ما عنده حتى علاقة بمكافحة الإرهاب. طيب نلاحظ أن تعيين بن داود على رأس الأمن الداخلي جاء وكأنه لضرب استقرار جنرال توفيق، لأنه جاء خلف جنرال بشير طرطاق اللي تم إبعاده من طرف توفيق، ولكن عاود احتواه من جديد السيد بوتفليقة ليعينه كمستشار للرئيس. وأنا لا أستبعد أن جنرال طرطاق هو المخ المدبر لكل هذه التغييرات التي تحصل خاصة على مستوى جهاز الأمن وعلى مستوى المؤسسة العسكرية، لأنه هذا الرجل يعرف مليح الجهاز، وقبل ما يكون مستشار للرئيس كان عمل سكانير كامل حول الجهاز لصالح. طيب كيف تفسر إذن هذا الجهاز؟ كيف تفسر علي بن داود تغييره أو إقالته، مع أنك تقول أنه مقرب من المحيط الرئاسي؟ أنا جاي أنا اللي قلت لك أنا كان نقطة استفهام: هل هذا إبعاد أم هذا تعيين في منصب آخر؟ حسب بعض المعلومات أنه جنرال علي بن داود تم تعيينه على مستوى مفتشية الجيش. منصب مثل هذا ما يعتبرش منصب كما يتقال بالفرنسية ان بلاكار، يعني تحط واحد في الثلاجة تحطه، لا، المنصب هذايا لما تكون في مفتشية الجيش انك راح تطلع على كل ما هو يجري داخل المؤسسة
العسكرية. ونعرف أن علي بن داود يجهل على هذه المؤسسات كما يعرف عليها والو، لأنه كان قضى أكثر من 10 سنوات خارج الجزائر، ولما دخل إلى مديرية الأمن الداخلي بقى يعني غير على مستوى الجهاز الأمني. ولكن اليوم إذا مشى إلى المفتشية تاع المؤسسة العسكرية مفتشية الجيش، هذا يعني بلي راح يكون عنده إلمام بكل خسائر. يعني أنت في اعتقادك هذه ترقية؟ يعني نكمل، وهذا ما يهيئه إلى باش يتقلد منصب مرموق على مستوى المؤسسة العسكرية، اما يقدر يكون قائد اركان، اما كان يكون مدير جهاز الامن ككل. يعني ننتظر انه هذا الرجل ممكن ياخذ موقع جد حساس على مستوى المؤسسة العسكرية. يعني انت في اعتقادك ترقية وليست اقالة، يعني بالعكس؟ لا، هذه تكتيك مثل ما حدث بشير طرطاق. بشير طرطاق واش حصل له؟ انه اعطى امر الى جنرال توفيق باش يقيلوا. لما اقالوا جنرال توفيق بشير طرطاق غضب وشاف باللي جنرال توفيق سمح فيه، وهو الذي كان رجل يعني وفي لجنرال توفيق، واذا بسعيد بوتفليقه يعاود ياخذوه من جديد ويعطيله منصب جد. طيب. حطوا مستشار لقايد صالح، ولما خاف الى توفيق لانه توفيق ادرجوا في قائمه المتقاعدين في 2014 يعني باش يخرج التقاعد، حولوا وجابوا طيب خليك معنا هشام عبود. نكمل لك. تفضل. رئاسة الجمهورية دور المستشار تاع بشير طرطاق هو انه يشرف على امن الرئيس، ويشرف على مركز التصنت، لأنه مركز التصنت تحول من جهاز الأمن إلى رئاسة الجمهورية، وذا يقدر يكون هو العقل المدبر للرئيس وحاشية الرئيس وشقيق الرئيس. طيب خليك معنا هشام عبود. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر فيصل مطاوي الكاتب الصحفي. فيصل مطاوي، ما هي أصداء هذه التغييرات في الجزائر وأبعادها ودلالاتها؟ صحيفة الوطن والصحفي في الوطن تقول أن هذه التغييرات اعتبرت أنها الوسيلة الإعلامية ربما التي قدمت تفسيرات جاءت نتيجة أخطاء وإهمال على خلفية حادث إطلاق نار قرب الإقامة الرئاسية بزيرالدا. نعم، هذا ممكن جدا. طبعا هناك أصداء في الجزائر وخارج الجزائر. أنا تريدني يعني اتصالات هاتفية من كل الإخوان الصحفيين في الخارج، الدول العربية والأوروبية، وكلهم يتساءلون يعني ماذا يحدث في الجزائر؟ البعض شبه هذا بانقلاب أبيض، لأن أنت عندما تنزع الجنرالات مرتبطين مباشرة بأمن الرئاسة وبأمن المؤسسات الحساسة في الدولة، مدير الأمن الرئاسي، مدير الحرس الجمهوري، مدير الأمن الداخلي، يعني شيء ما حدث. لا يمكن أن يأخذ الرئيس بوتفليقة إن كان هو أخذ هذه القرارات تحدث هكذا فجأة ودفعة واحدة. بالتالي فأنا أعتقد أن شأن ما حدث شأن ما من خطورة كبيرة. طبعا الشيء الذي جعلني أقول هذا أن كانت هناك رجة أخبار في الأيام الأخيرة حول إطلاق النار في محيط إقامة الرئيس بزيرالدا. البعض يقول انه وقع على الخطا، وبعض يقول انه لم يكن هناك خطا، وانما كان الامر ربما مدروس لاسباب تبقى مجهوله. وبالتالي ففي تسارعه الرئيس بوتفليقه يعني عزل كل من له علاقه بالامن المباشر لرئيس الجمهوريه. طبعا رسميا هذه القرارات لم تؤخذ، لان لا بيان ورد ولا تفسير من الرئاسه ولا اي شيء قبيل. التاكيد الوحيد الذي اتى هو اليوم عن طريق وكاله الانباء الجزائريه هو تعيين الفريق علي بن علي مديرا جديدا للحرس الجمهوري. علي بن علي طبعا رقي فريقا في بداية هذا الشهر 5 جويلية الماضي، والفريق تعرف أنه هو أعلى رتبة في الجيش الجزائري، وبالتالي يا إما هناك شيء ما وقع، وبالتالي فالرأي العام يعني همش تماما ولا لم يعد من يحكمون في محيط الرئيس يكترثون بما يفكر في الرأي العام، وإما أن الرئيس بوتفليقة يحدث شيء آخر قد يتضح ربما في الأسابيع القادمة. طيب اللافت أنه على ذكر هذه التغييرات تفسيراتها عائلة مدير الأمن الرئاسي في رسالة يعني مفتوحة تناولها موقع تو سور l'Algérie تقول أنه
الرجل لم يقل إنما ولم يكن تقصيرا أو ربما عقابا له. هذا شيء جديد نراه تماما. هذا الشيء يعني حتى قرب من حدث بارز في رايي ان تدافع عائله طبعا من حقها ان تدافع عن اطار، لان بالنهايه الجنرال المحجوب عبد القادر هو من اطارات الدوله، ان تدافع عليه بهذه الطريقه ربما هي الوسيله الوحيده التي وجدتها لان ظهر ان عزل الجنرال او العميد محجوب مرتبطه بعقوبه، لكن طبعا هذه الجريمه لم تأتي في اي مكان الا في كما قال هشام عبود قبلي في احدى القنوات الخاصه المقربه من محيط الرئيس، تقول اخطاء فادحه في الامن، وبالتالي فان تدافع عائله فيعني هذا شيء ما ربما دخلنا في ربما في منطق جديد في الجزائر، لان العزل هذا بدون تفسير للراي العام ولمن يهم الامر يعني كان هناك عبث يعني خطير بمؤسسه الدوله. طيب، وهذا يقودنا إلى سؤال ربما يطرحه الجزائريون وإن اعتبروه الآن أنه أصبح مسلسل، أنه كل هذا يأتي على خلفية صراع بين الرئاسة والمخابرات، وبشكل خاص بين الجنرال توفيق، الفريق توفيق والمحيط الرئاسي. ما رأيك في هذا الكلام الذي يرى كثير من الجزائريون من الجزائريين بالأحرى أنه أصبح تسويقا يعني لم يعد يهضم؟ ما رأيك؟ صراع، لان هذا صراع بين المخابرات وبين الرئاسه، ويدخل هذا في اطار عزل هذا وذاك، وليعرف كما قال هشام عبود وهو محق اللواء بن داود، معروف انهم المقربين اكبر المقربين لعائله رئيس بوتفليقه يعني منذ سنوات، وبالتالي ان يعزل بن داود او انه يبعد لمهام اخرى فهذا شيء اخر، لان كاننا دخلنا في لعبه الدمى الروسيه، يعني تدخل دميه في الاخرى، لانني اعتقد ولست جازما في الامر ان تغييرات الجنرالات الاخيره مرتبطه بتغيير الجزئي في الحكومه، لان لا احد يفسر، لا احد يعرف لماذا عزل عمار بن يونس وهو معروف انه من المقربين وهو الذي دافع بشراسه عن الرئيس بوتفليقه في الحمله الانتخابيه 2014، وحتى انه هدد المعارضه كيف يعزل بهذه الطريقه بالطريقه العجيبه. البعض يقول لك حدث خلاف خطير بين عمار بن يونس واخ الرئيس سعد بوتفليقه، طبعا هذا الخبر غير مؤكد، ولكن شيء ما حدث حتى تربطت الاحداث، لان هناك تربط الاحداث بين ما قاله الرئيس في مجلس الوزراء حول الامن وطلب من الجميع الحيطه والحذر، وكان كل واحد يدبر راسه كما نقول باللسان الدارج، وتغيير الجزء في الحكومه وتغيير الجنرالات، يعني ربما هناك صراع كذلك صراع مصالح، لان المخابرات او بعض الاجزاء من المخابرات والرئاسه كلهم لهم مصالح ان كانت اقتصاديه ان كانت مرتبطه بماليه الى غير ذلك، وبالتالي فربما صراع مصالح تحول الى صراع سياسي، وربما أقول ربما أن رئيس بوتفليقة دخل في فكرة أنه يجب أن يبقى ويذهب إلى عودة خامسة، هذا ممكن كذلك، لأن نحن على بعد 3 سنوات من نهاية العودة الرابعة، وممكن أن الصراع وصل إلى هذا الحد. شكرا لك فيصل مطاوع، كاتب صحفي